أخذنا على عاتقنا النهوض بالموسيقى الشرقية حتى في الغربة. فكان لنا أكثر من تجربة لإثراء الموسيقى. أخذنا على عاتقنا النهوض بالموسيقى الشرقية حتى في الغربة. فكان لنا أكثر من تجربة لإثراء الموسيقى الشرقية، يعني سواء الاشتراك مع فرق أجنبية أو من خلال التراث بتاعنا يعني. فإحنا كنا بنعمل حفلات أشبه بحفلات الموسيقى العربية هنا، زائد بالإضافة للعمل مع كبار المطربين العرب اللي هم بيتوافدوا من الأقطار العربية لحفلات خاصة في لندن، زائد الفرقة الأجنبية اللي إحنا عملنا معاها يعني شغل مشترك مزج بين الموسيقى الغربية ممثلة في الموسيقى الصاخبة اللي هي بما يطلق عليه روك اند رول. فكان لنا تجربة ثرية يعني معاهم، مزجنا فيها الموسيقى الشرقية والغربية، كانت تجربة ناجحة جدا. حصل ان احنا عملنا تور يعني جولة فنية حوالين العالم اكثر من 60 دولة، استمرت سنة و4 شهور. يعني التمازج او الانصهار بين الموسيقى وان هي لغة عالمية، وان كان كل يعني موقع بلد بتختلف اللون او طعم الموسيقى، لكن في الاخر هي لغة واحدة. فاحنا عملنا حاجة يعني بما يطلق عليه الهارموني او الكونتربوينت، مزج بين الموسيقتين. فكانت تجربة ناجحة جدا ولها اثارها اللي بعد كده فرق كتير بقت تعيد وتكرر التجربة. أستاذ وائل، اللي عاوز يشتهر في الوطن العربي كله موسيقيا او غنائيا بيجي للقاهرة، ليه انتوا اخترتوا الهجرة خارج القاهرة والخارج الوطن العربي كله؟ ايه الدوافع اللي خليتك قررت انك تسافر وتقيم في لندن؟ هو الحقيقة لما سافرت ما كانش الغرض من السفر الإقامة خارج الوطن، ولو اني احب اقول في الاول ان الصلة لم تنقطع، يعني انا باجي كل سنة اكتر من مرة، لكن السفر كان بغرض فتح يعني افاق جديدة والانتقال لمجال، يعني المجال في العمل. يعني انا عشان مش هقول بقى زي ما تقاليد الوصول العالمية لا، لكن احنا كنا بنمارس نفس اللي احنا بنمارسه هنا من المهنة الموسيقية بس في اماكن اخرى يعني. وده كان يعني يكفي اقول لحضرتك ان الموسيقى الشرقية لها محبيها ومتذوقيها من الناس الاجانب، كانوا بيجوا في حفلات خاصة يسمعوا بس يسمعوا بقى يعني مش الموسيقى الشرقية الأغاني اللي هي شعبية، يعني بيسمعوا كلاسيكيات الموسيقى الشرقية، يتعرفوا إذا كان جمهور محب أو ناس دارسين أو متخصصين أو باحثين بيجوا يتعرفوا على لون وطعم الموسيقى الشرقية. فطبعا بيكون أسهل لما يكون في الأرض عندهم، يعني مش بسهولة لما كل الناس تيجي تسمع هنا. فاستمرت التجربة وإن شاء الله أن تطول يعني. أستاذ وائل، في السبعينات هاجر كتير من المطربين وبالتالي العازفين معاهم علشان يكونوا في المحلات اللي بتقدم الفن المصري والشرقي للعرب اللي بيتواجدوا في لندن فترة الصيف. النهارده مين هو جمهور الموسيقى الشرقية في لندن؟ هو الحقيقة أكثر الموسيقيين هم مش بيهاجروا، هم كبار المطربين بيصطحبوا معهم أحيانا فرق كاملة وأحيانا بعض الموسيقيين لإقامة بعض الحفلات. أنا كنت سافرت مع المرحوم الفنان محمد عبد المطلب عشان نعمل كذا حفلة هناك، لأنه له جماهيرية واسعة كبيرة وشهرة يعني كبيرة عند الجمهور العربي بصفة عامة يعني. فكان إن أنا بعد ما نعمل الحفلات إن اتعرض علينا شغل تاني وتالت، وهو رجع واشتغلت مع الأستاذ محمد رشدي واشتغلت مع الفنانة صلاح والأستاذ ولي الصافي، ده أنا استمرت معاه فترة كبيرة. فالجمهور مش العرب بس اللي بيتواجدوا في لندن، في انجليزات كتير جدا بتذوقوا الموسيقى، لكن الموسيقيين اساسا كنا بنسافر بعقد عمل وبنرجع ونروح. فبعضنا اللي هو استقر به المقام هناك اللي لقى فرصه ان هو يضيف لدراساته. والمناسبه انا اصلا كمان خريج زراعه القاهره ومعهد كونسرفاتوار، فقام واحد وانا من طفولتي يعني. فسفري كان اساسا للبحث في احد المجالين، وان كانت ما زالت ترى ان الموسيقى هي مهنتي، لكن انا بنتهنها كهوايه. فيعني بقول لحضرتك ان معظم الموسيقيين
مش اساسا بيسافروا عشان العرب او عشان حاجه، لا هم مجرد بيقدموا عروض وبيرجعوا بيروحوا، مش اكتر من كده. قرار اقامتك الدائمه في لندن كان له تاثير على اسرتك، الزوجه والاولاد؟ هو الحقيقه انا سافرت الاول لوحدي، وبعدين رجعت واتجوزت وسافرت علشان ارجع تاني. فكان اللي حصل ان كان في فتره رواج وازدهار في اوائل او اخر السبعينات واوائل الثمانينات، فاستقر بي المقام هناك سنه وراء اخرى، بس احنا ما انقطعناش عن الوطن يعني. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان الفنان يحب الانطلاق يعني في مجالات وبلاد كثيره، بيحب يتنقل ويحب يتذوق الفنون في كل مكان، فعشان كده قعدت فتره كبيره. المغتربين في كل مكان، نرجو ان نكون قد وفقنا في هذه الحلقه من برنامجكم غربه سعيده. اعزائي المغتربين في كل مكان، انتم دائما في قلب الوطن الام مصر، غير بعيدين عنه مهما بعدت المسافات. نرجو الاتصال بنا من خلال التليفونات والفاكسات الموضحه لكم على الشاشه. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه. معرفش او بقيت